السلام عليكم. تعالوا معايا النهاردة هنعمل مع بعض سمك سنجاري جميل جدا ورهيب، رائع جدا فوق ما تتصوروا. زي ما انتوا شايفين كده طالع معايا ساعة واحدة، طالع معايا بالنتيجة اللي انتوا شايفينها دي. عندي سمك بوري كنت شايلاه في الفريزر، طلعته وهو مجمد كده، حتى تلاقوه بيدي شوية عشان مجمد. دي الوحيدة بس اللي انا حاولت اسيحها، لقيته هيتبهدل، قلت له خلاص خليك متجمد زي ما انت. كان متجمد ومغسول ومتنضف وزي الفل. حطيت عليه شوية خل تفاح حوالي 3 معالق، وحطيت عليه نص كوباية مية وحبة ملح، وركنته على جنب. وحضرت عندي الثوم والبهارات والملح، بهارات السمك والكمون والشطة. جبت عندي طماطمايه وقطعتها طرنشات، وجبت عندي فلفل الوان وقطعته، وبصلايه كبيره وقطعتها، وجبت عندي 5 معالق زيت. ويلا بينا نعمل معانا السمك البوري بتاعنا. هنعمله بطريقة جميلة جدا، رهيبة ورائعة وجميلة جدا. اللي تحتيه ده خل تفاح ونص كوباية مية، وزي ما انا قلت لكم هو مبرد متلج لسه، مسحش قوي، عشان كده تلاقوه بيد شوية. يلا بينا كده نبدأ نحط بقى الخلطة بتاعتنا في قلب الصينية. عملت فيها فوين، وبعدين حطيت تحتيه ورق زبدة، وبعدين حطيت كده الطماطم والبصل والفلفل، وحط عليهم نص راس الثوم والبهارات والملح والكمون وحبة شطة. وهمسك كل البهارات دي، بهارات سمك، فيها شطة وبابريكا وكمون وكل حاجة، بس برضو انا زدت كمون. تمسكيهم كده تقلبيهم تقليب كويس جدا، وهنسيبهم كده مع بعض سيكة، وبعدين هنطلع نرجع تاني نفردهم. وبعد ما نفردهم نحط عليهم السمك، ونبدأ بقى نجيب ونحشي السمك من جوه. تفردي تحتيهم وتحطي جواهم. طبعا انا جايباه ومجهزاه وشايلاه في الفريزر نضيف. خلاص كده تروحي مطلعه وحاطه الحاجات دي جاهزه، بتعمل معاكي شغل. واي وقت ما انت تبقي مزنوقه، جايه كده من بره مزنوقين، كنا في العمره وجينا، فطلعت على طول وقطعت بس، وحطيت عليه الملح والبهارات وجهزته وخليته كده رائع وجميل. خلاص كده بهرناه وخليناه زي الفل، وتأكدنا اللي تحتيه وكل حاجة محطوطة كويس. نجيب بقى الزيت ونرش فوقيه، رشينا كده فوقيه. هنركنه كده 10 دقايق عبال الفرن ما يسخن، وبعدين نحطه جوه الفرن. وبعدين هجيب بقى قبل ما احطه جوه الفرن، هحط عليه الميه والخل التفاح اللي كانت نص كوبايه الميه مع 4 معالق خل تفاح، وبعدين احطه بقى في الفرن. بعد الفرن ما يسخن هيقعد معايا ساعة واحدة، هيطلع بالنتيجة اللي انتوا شايفينها دي. نتيجته جميلة جدا، رائعة رهيبة، جميلة جميلة فوق ما تتصوروا. السمكة بحالها مش مبهدلة، ورائعة جدا. جميل جميل جميل، جربوه. ريحته بصوا ما شاء الله جميلة جدا، رائع ورهيب. يا جماله يا جماله. يلا جربوا الوصفة بتاعتنا واعملوها، تاخدش معاكم وقت.